اهلا وسهلا بك يا صديقي في فيديو جديد من سلسله جديده. انا حاليا ماسك المايك عشان يبقى الصوت افضل. الفيديو ده هنتكلم على انواع الاجازات في المانيا. ايه هي انواع الاجازات في المانيا؟ في نوع منها الى حد ما مضحك شويه بس ده واقعي، ان انا مراتي تخلف وانا اللي اخد اجازه الوضع. فانت لو عندك اهتمام وصحه ووقت ومجهود وطاقه وموبايل ونت كويس تقدر تشوف الفيديو كامل على اليوتيوب ان شاء الله. الفيديو ده بالذات الى حد ما مميز شويه علشان في مواقف كتيره ممكن نتكلم فيها بشكل حقوقي شويه. بما ان الفيديو اللي فات كان بيتكلم عن الحقوق، الفيديو ده تكمله له بيتكلم على انواع الاجازات ليك انت كحق كموظف. يعني موظف يعني انا شخص بشتغل لجهه معينه، مستشفى، دار مسنين، عيادات خارجيه، عيادة داخل مبنى طبي، أو بشتغل لحسابي الشخصي، أو بعمل مؤسسة لحسابي الشخصي وأنا بشتغل موظف جواها. ده كله بالنسبة لنا موظف. التفاصيل كلها هنتكلم إن شاء الله عليها. لو عندك وقت نكمل الفيديو للآخر إن شاء الله. أول أنواع من أنواع الأجازات اللي احنا هنتكلم عليها هي الأجازة السنوية. بيبقى مكتوب عندك في عقد العمل بتاعك بشكل سريع إن أنت بيبقى ليك عدد أيام معينة في السنة أجازة. المتوسط المتعارف عليه 28 يوم في السنة. قد يزيد بلس 2 3 4، قد يزيد ماينس 2 3 4 على حسب حاجات كتيرة لها علاقة عدد ساعات العمل، على حسب نوع طبيعة العمل لأن تختلف، على حسب حاجات كتير. ده اوريدي بيبقى واضح ليك كشخص وانت بتمضي على عقد العمل بتاعك. من الحاجات المهمة جدا تكون انت عارفها ليك كام يوم في السنة. انا كنت بشتغل في مستشفى سابقا، مكتوب ليا في العقد 30 يوم، بس في عقد تاني اكسترا بعد ما اتخرجت من معادله وما اعرفش ايه كتبوا لي انت ليك بيبقى ليك 11 يوم زياده. 11 يوم دول مع سنه كمان بقوا 13 يوم. بعد كده عشان انا بغير ملابس بتاعتي في مكان تاني مضوني على ورقه تالته اللي هي 3 ايام ونص في السنه كمان اجازه. بعد كده زودنا كمان عدد الساعات ان انا لو نبطشيه زياده ما اعرفش ليه عدد ساعات زياده باخدها اجازه. فلقيت نفسي باخد في السنه تقريبا وصلت حرفيا 63 يوم اجازه في السنه. محدش يقدر يتصل عليا يقول لي تعالى الشغل فيها. ده اجازه مدفوعه الاجر عشان بس يبقى الكلام واضح. فاحنا جايين دلوقتي نتكلم على الاجازه السنويه. ايه هي الاجازه السنويه؟ هي بنسميها بالانجليزي فوكيشن او هوليديز. يعني فوكيشن عشان خاصه بالشغل، هوليديز خاصه بالمدارس والمجتمعات. او بالالماني فيها انا باخد اجازه ليا واسرتي وحياتي كلها، بفصل تماما من الشغل. ممنوع حد يتصل عليا في الشغل، ممنوع حد يبعت لي ايميل، وممنوع حد يتوقع مني رد ايميل لو بعت لي حتى لو بالغلط. انا ليا تجربه شخصيه لما كان اسلام اخويا هنا في المانيا، فكنا ساعتها في مشوار في سويسرا صد رد. فروحنا قعدنا يومين هناك ورجعنا. وانا راجعين عدينا على لوجانو وقعدنا شويه فيها وبحيره وما اعرفش ايه. فجاه لقيت جالي ايميل من الشغل، محتفظ بالايميل لحد دلوقتي. انا مش متوقع ان يجي لي ايميلات، وكمان متوقع مني الرد خلال 24 ساعه. ده المتوقع في الايميل نفسه. انا ما اقدرش ارد اصلا لان انا ما عنديش طاقه للموضوع ده. بعدها بثلاث دقايق حرفيا بعد ما الايميل وصل لي جالي ايميل اعتذار ان انا اسف ان انا بعت لك ايميل. لو عايزه قول لي وانا ممكن ابعت لك الايميل ليك على بيرسونال عشان في شويه تفاصيل شخصيه. حرفيا ليه؟ انا محدش يتوقع مني ان ارد عليه عشان ده حقي القانوني عشان عارف حقوقي كويس. على الاجازات تبقى انت عارف العدد العمل بتاعك، انت ليك كام يوم في السنه اجازه، فوكيشن دايز اللي هي اجازه سنويه. طبعا متعارف عليها في مهنتنا اننا بنخطط لها قبلها بسنه، في شهر اوغست او شهر اغسطس او شهر اكتوبر. في الفتره ديت المفروض انك بتحط خطه هتاخد السنه الجايه اجازه امتى، اللي هي الفوكيشنز بتاعتك نفسها كامله. ده المتعارف عليه في المهنه. قد تزيد لحد نوفمبر ديسمبر، قد تزيد لحد يناير كمان، قد لا تزيد على حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه. نوع تاني من انواع الاجازات الاجازه المرضي. يعني ايه المرضي؟ انا الاسبوع اللي فات كنت في مشوار، وبعد كده وانا راجع من المشوار ظهري شد عليا. فاتصلت على الشغل عندي، قلت لهم انا عندي نبطشيه النهارده وبكره فللاسف انا مش هقدر اجي الشغل. بس دي نهايه المكالمه وانتهت. فانا ذوقيا مني لما انا بكلم الشخص المسؤول اللي هي بتبقى السكرتيره بتاعتنا للتيم كله، فبتكلم معاه بتقول انت كويس يعني، قلت لها انا بس ظهري شدد عليا شويه. ده قانونا، هي مش من حقها تسالني انا عندي ايه، ده قانونا. بس انا قلت لها عشان اذا اوكي عشان احنا بنضطر نتعامل مع بعض دايما، فاللي هو ارد على اجابتها عادي، لكن قانونا اقول لها انت مالكيش دعوه، انا تعبان وخلاص انتهى الحوار، شكرا مع السلامه واقفل. بس عشان انا مش ريستريكتد قوي فبحدد علاقتي بالشخص اللي انا تمام انا تعب بس ضهري شدد عليا شويه فمش هقدر اجي الشغل. ليه؟ عشان لو رحت الشغل هتعب اكتر.
فانا هكلف الشغل. شوف، هكلف الشغل لو تعبت وانا في الشغل مصاريف تانية هو ما يقدرش يتحملها بسهوله، زي قدر الله ظهر شد عليا اكتر وانا في الشغل. لو رحت الشغل انا وتعبت وانا في الشغل، هيديني اجازه غصب عنه، وهيدفع لي قيمه الوقت اللي انا اقعده في البيت عشان انا تعبت بسبب الشغل. ده انا هنتكلم فيه ان شاء الله، جزء من الحقوق اللي هو لا، انا مش هروح الشغل. ده القانون في المانيا. فبتصل على الشغل واقول لهم انا عندي نبطشتين مش هقدر اجيهم، خلاص انتهى الحوار. بتصل على المؤسسه والسكرتير، كذا مكالمه بتحصل وتخلص وخلاص الموضوع بيخلص. ده حقيقي قانوني. في هنا قانون في المانيا ما تروحش الشغل وانت تعبان جامد، لان انت طالما جيت الشغل يبقى انت قادر تشتغل. دي كانت حصلت معايا ايام كورونا لما كنت رايح النبطشيه وكنت تعبان دور برد مع سخونيه وما اعرفش، مش احسن حاجه. رحت الشغل قالوا لي انت ايه اللي جابك؟ طبعا في الفتره دي اصلا ما كانش عندي مسؤوليه كموظف، وانما كنت طالب بس. انا خفت اغيب، اللي هو انت لسه جاي طالب بقى وبتدلع علينا، فاللي هو انا برضه دي مش عايز اتكلم بقى على اللي عشته في مصر، بس ده واقع انا عشته فيه في المانيا ايام المعادله بتاعتي وبعد المعادله وحاليا دلوقتي بعد الكام سنه دول، يعني كتجارب مختلفه شويه. فانا ابقى انا عارف حقوقي انا كشخص. انا مش هروح الشغل. طبعا عندنا لائحه داخليه بتقول لي لو انا خلال اول يومين لو تعبتهم جسديا مش مضطر اروح للدكتور واقول له يهديني روشته اللي انا تعبان. فانا عشان في شويه قوانين من دول تتغير في الدوله، فانا قلت لا خلاص يا عمرو. انا ببص لقيت الدكتور حاليا قافل، فانا اتصلت على الدكتور بالتليفون. مش شرط نفس الدكتور، بس في ابلكيشن للناس اللي عايشه في المانيا هنا. بتصل على الدكتور بقول له انا تعبان ومش هقدر اروح الشغل، عندي شغل النهارده وبكره، فيا ريت تبعت لي ورقه PDF رسميه. مش هي رسميه حكوميه كمان، يعني مش حكوميه يعترف بيها في الدوله كلها ان انا حاليا تعبان. فبيبعت لي ورقه، بيقول لي انت عايز الورقه بكام يوم؟ فبقول له انا متفق مع الشغل ان انا خلاص ان انا هتعب، انا هاخد اجازه يومين بس من الشغل. قالوا لي خلاص ماشي. راح باعت لي الورقه PDF، بعتها للشغل وخلاص. الشغل عندي مش بيجبرني ان انا اطلبها اصلا، يعني احنا عندنا لائحه داخليه مش مضطر ابلغه، مش مضطر اجيب له ورقه ان انا فعلا تعبان من الدكتور. يومين بس. اليوم التالت لا، لازم اجيب ورقه بقى بالثلاث ايام كلهم، او اكتر من 3 ايام لازم اجيب ورقه. ليه؟ هنا جزء من القانون هنا في المانيا بيجبر الشغل ان هو لو انا تعبت بنفس التشخيص لمده 6 شهور، الشغل بيدفع لي المرتب اللي باخده الاساسي بنفس القيمه لا يخصم منه جنيه لمده 6 اسابيع. انا قلت 6 اسابيع في الاول، اتمنى يعني 6 اسابيع بس. بعد 6 اسابيع لو التعب لسه بيزيد، طب إيه اللي بيحصل؟ فخلاص اللي بيدفع لي بقى بعد كده المرتب التامين الصحي. بيدفع لي نسبه قد ايه؟ تقريبا 65% من قيمه الفلوس اللي بتجيلي اخر الشهر. يعني انا مثلا هنحسبها عشان دايما المرتب قبل الضرايب ولا بعد الضرايب، فاحنا بنسميها كروز او جراند ونيتو او نت. ف ما قبل الضرايب مثلا اقول 4000، فبيجي لك في الاخر مثلا 2000 يورو على الحساب اللي هو بعد الضرايب خلاص. فال 2000 دول مثلا لو بيجوا لي خلاص في اول 6 اسابيع، خلاص مرتبي اوريدي ماشي زي ما هو. طب بعد 6 اسابيع مرتبي بيقل تقريبا نسبه 65% تقريبا من التامين الصحي اللي بيدفعه لي. يعني بدل ما يجي لي 2000 هيجي لي حوالي 1200 1300، يعني ايا كان بقى النسبه عشان مش قادر احسب دلوقتي. فدي فكره من الافكار، دي حاجه مهمه تعرفها. فده من حقك انت كشخص. في حاجه كمان، اجازه الامومه. اجازه الامومه يعني ايه اجازه الامومه؟ انا مش انا كزوجتي عندي في البيت وهي موظفه، وفي مجالنا في مجال الصحي بالذات بيبقى فيه مهام وظيفيه معينه ما ينفعش تشتغلها لو ست حامل. منها التعامل مع المريض بشكل مباشر، ممكن يتعامل مع ملف، تشتغل على المكتب. الحاجات اللي هي ما بتعاملش مع مريض ولا بتعامل مع اي ابر او اي حاجه ممكن تعرضني وتعرض البيبي للخطر. فهمت وصلت لفين؟ فده ممكن. وكمان بقى في قانون هنا في المانيا لحد تقريبا 6 اسابيع ما قبل الولاده و8 اسابيع ما بعد الولاده، دول بيبقوا مدفوعين الاجر من الشغل. قد تختلف وقد تزيد النسبة على حسب طبيعة العادي بتاعي في الشغل عامل ازاي. دي لها لائحة داخلية وقوانين كتيرة، بس في الفترة ديت اوريدي مدفوع الأجر فيها. يعني ايه؟ أنا مراتي حامل وموظفة في نفس الوقت، ف6 أسابيع تقريبا ما قبل الولادة المحددة سابقا من عن طريق طبيب النساء، و8 أسابيع ما بعد الولادة اللي هي مرحلة النفاس بقى وما بعد ذلك، ده كله بيبقى مدفوع الأجر للست الأم اللي هي موظفة، وممنوع قانونا إنها تتفصل من الشغل. ربنا كرمها وخلفت وبترضع دلوقتي والامور مستقره وتمام. بعد كده من حقها هي وزوجها يقدموا على حاجه اسمها اجازه الابوبه. يعني ايه؟ عشان بس ما نطولش، ان هي اجازه وضع بالنسبه لها.
يعني ايه اجازه الوضع؟ اللي هو انا مراتي دلوقتي بترضع، فانا بدل ما تاخد ساعه رضاعه، انا فاكر في مره كنت في الامتياز فواحده خدت اجازه ساعه رضاعه، فانا كنت محتاج اخد ساعه كمان عشان كنت مش فاكر، كنت مشوار رايح القاهره يعني، كنت الكلام ده في الزقازيق، فانا كنت محتاج اللي هو عايز الحق القطر بتاعي او اركب اي مواصله عشان الحق اروح القاهره وارجع بالليل يعني. فقلت لها ما تديني اي ساعه اشوف لها اي عذر موجود عندك في اللائحه الداخليه وعايز اخد ساعه اذن يعني. فقالت لي يا عمرو ما عنديش الا ساعه رضاعه. فقلت لها مش هينفع القانون ما ينفعش. فهنعمل ايه؟ فما كانش في حل طبعا غير ان انا اكمل الساعه دي للاسف يعني. بس المهم الموقف كان حصل هنا في المانيا، لا هنا الموظفه بتبقى لها نسبه مساواه زي الراجل، فدي جزء من المجتمع اللي انا عايش فيه عشان بس ما حدش. طبعا في الدين عندنا حاجات مختلفه شويه، بس انا بتكلم على الواقع اللي احنا عايشين فيه. فمن حق الراجل ياخد اجازه وضع زي مراته. فايه اللي بيحصل؟ ان الزوجه عايزه تنزل الشغل، فيبقى لها كام شهر، مثلا 6 اسابيع قبل الولاده و8 اسابيع بقى بعد الولاده، وبقى ممكن تكون لسه كمان الامور مش احسن حاجه، تاخد اجازه اكتر. فده كله عدد شهور ما راحتش الشغل خالص، فهي عايز ترجع لشغلها بقى، والاندبندنت سيلف اندبندنت وومن والحاجات الحلوه دي. فكل واحد بيبقى له وجهه نظر في المجتمع اللي هو عايش فيه، عشان بس انا مش بقارن، بس انا بوضح لك الرؤيه كامله للناس اللي عايشه في المانيا. فايه اللي حصل؟ فمن حق الزوجه والزوج يقدموا على حاجه اسمها اجازه وضع للزوج، اللي هو هما الاتنين شغالين، فهي عايز ترجع شغلها تاني بعد الولاده، فهتعمل ايه؟ هتسيب الطفل في البيت لوحده؟ ده طبعا ممنوعا طبيا وصحيا وقانونا وكل حاجه وشرعا وكل حاجه. فايه اللي بيحصل؟ الست بتروح الشغل والراجل بيقعد بالبيبي. حرفيا. فمسميها هي اجازه وضع للزوج او البارتنر او الراجل اللي عايش معاهم يعني. فاللي بيحصل ان الراجل بيهتم بالطفل او بالطفله وهكذا. فهو الراجل ياخد اجازه الوضع والست تنزل الشغل. ده واضح، وده كلام قانونا موجود في الواقع يعني، ده مش كلام انا فاكر في طبيب اشتغلنا مع بعض فتره هنا. كانت عنده ترقيه والترقيه راحت عليه بسبب ان هو خد 3 شهور اجازه وضع. فالترقيه بتاعته اتاخرت كام شهر الصراحه يعني، فعرفت بعدين بسبب ان هي بسبب الانبوبه اللي هي ان هو خد اجازه وضع بسبب مراته نزلت الشغل. ماليش دعوه، انا ما اعرفش يعني، دي حاجات انا حضرتها والله يعني. ربنا يمسيه بالخير. ده جزء من الحاجات المهمه جدا. طبعا في حاجه كمان اجازه مهمه جدا نسيت اتكلم عليها، هي اجازه رعايه الاسره. انا عندي طفل تعبان، وهي عايزه تروح الشغل، هتسيب الطفل تعبان؟ مستحيل طبعا. بتبلغ الشغل. القانون عندنا هنا في المانيا تقريبا لحد 10 ايام في السنه، قد تزيد او قد تقل على حسب اللائحه الداخليه. ممكن اللائحه الداخليه تقول لك يا باشا بتاعت المؤسسه نفسها تزيد لحد 20، قد تقل على حسب، دي لائحه داخليه، بس متعرف عليه تقريبا متوسط 10 ايام في السنه. انا فاكر لي واحده زميلتي اتصلت في مره، ابنها لسه صغير، حصل اسهال، دخل في حاجه اسمها منظار عن طريق القولون، ودخل وما اعرفش ايه، قصه طويله. إيه اللي حصل؟ قعدت فيها اسبوعين مع الطفل، قانونا مدفوع لها الاجر. ليه؟ عشان دي اجازه طفل لسه صغير مش كبير، وهي محتاجه ترعاه، فده الطبيعي بيحصل. طبعا في جزء في الاجازه الامومه اللي هي الست اللي هي حامل او لسه داخله على ولاده او طلعت من الولاده وعايز ترجع الشغل، يحق لها. او حتى كمان في وقت وضع اللي هو الابوبه، اللي هو وضع اجازه الوضع سواء ليها او للزوج، قانونا تقدر تنزل الشغل بنسبه ما، 20 30 40% 50% عادي خالص، وتقبض عادي، فتقبض من التأمين الصحي أو من الدولة، وتقبض من مرتبها اللي هي بتشتغل فيه، ده عادي خالص طالما صاحب العمل موافق على حاجة زي كده قانونا وشرعا. فدي حاجات من الحاجات المهمة. فأنا جايلك ليه من المستقبل عشان أقول لك أجازتك دي مش حاجة طرف أو حاجة كماليات أو حاجة تقدر تستغنى عنها، لا، دي جزء من حياتك الشخصية، جزء من رفاهيتك عشان ترجع الشغل تدي كويس في الشغل. ف اعرف رقمك الصح، واعرف ان انت حقك محدش هيديهولك، انت بتروح تاخده. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. انا حاسس ان انا طولت، بس تبقى انت عارف انت في المانيا حقك مش بيضيع الا اذا انت عايز يضيع او انت مش عايز تسأل عنه اصلا. انا خلصت الفيديو، ان شاء الله نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا في رعاية الله، مع السلامة.